السلام عليكم، أنا رحمة ناجي هعمل النهاردة معاكم وصفة جديدة وإن شاء الله هتعجبكم. هعمل معاكم كفتة الحاتي. يلا بينا نشوف المكونات. هنحتاج لحمة، أنا استخدمت 3 كيلو إلا ربع لحمة. هي كمية كبيرة بس على حسب ما انتوا عايزين. وهنحتاج 3 بصلات، 2 كبار وواحدة وسط، وبقدونس مفروم ناعم. والبهارات هحتاج 7 بهارات: ملح وفلفل أسمر وكزبرة ناشفة وهيل أو حبهان وجوز الطيب. الأول هنمسك البصل ونصفي المية اللي فيه خالص لغاية ما نطلع منه المية، نحط عليها زيت وملح وفلفل أسمر. بعد كده هننزل اللحمة في حاجة أوسع عشان نعرف نفرم اللحمة. هنحط البصل بعد ما صفيناه من المية وهنحط عليها البهارات. هنحتاج معلقة كبيرة من 7 بهارات وملح وفلفل أسمر على حسب ما نحتاج، وكزبرة ناشفة معلقة صغيرة. والحبهان انا ما كانش عندي حبهان مطحون فكسرته واخدت الحبوب اللي جواه وحطيتهم عليها، وجوزة الطيب هنبشرها عليها. وبعدين هننزل بالبقدونس المفروم ناعم، هنحطهم عليهم. بعد كده هنفضل نفرم فيهم لغاية ما يبقوا كتلة واحدة معانا. لو عندكم كبة او فود بروسيسور هتبقى اسرع وهتديكوا نتيجة افضل. واهم حاجة نظبط الملح في الكفتة علشان خاطر لو مظبطوش الملح هتقع منكم من السيخ. هنا انا خدت حتة لحمة وحطيتها في طاسة مع نقطة زيت وفضلت اشوح فيها يمين وشمال عشان ادوق الملح بتاعها اذا كان مظبوط او لا. ودقتها طلعت بجد تحفة. انا بيتها يوم كامل في التلاجة. ويلا بينا على مرحلة الشوي بقى واجواء العيلة ولمة العيلة حوالين شواية، وكل واحد بيصبع السيخ بتاع الكفتة. بالنسبة لنا اليوم ده بيبقى يوم عيد لما العيلة كلها تكون متجمعة في بيت واحد، بجد بتبقى حاجة تحفة. هنا انا استعنت بمامتي علشان خاطر تعمل معانا الكفتة. والمية اللي انا كنت قايله لكم عليها بتاعة البصل هي بتبل ايديها فيها وبتمسح الكفتة بعد ما بتصبحها من بره علشان خاطر تبقى ملساء ما تبقاش مجعدة. وهنا واحنا بنشوي الروايح بقى ما اقولكوش، كانت جميلة جدا. يلا بينا نروح نعمل الطحينة عقبال ما الشوي يخلص. هنحتاج كوباية كبيرة من الطحينة، ربع كوباية من الخل. هنحتاج عصير ليمونة كبيرة، وهنحتاج مية دافية وملح وفلفل أسمر وشطة وكمون. هنحط الأول الطحينة في طبق، وبعد كده هننزل عليهم بربع كوباية الخل. بعدين هننزل بعصير الليمون، وهنحط عليهم التوابل اللي انا هقولها لكم دلوقتي. من كل حاجة هنحتاج معلقة صغيرة فلفل اسمر، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة شطة. هنا انا كنت بحط المية بالتدريج علشان خاطر نوصل لقوام اللي انا عايزاه. مش عايزاها ولا خفيفة قوي ولا تقيلة قوي، عايزاها بالسمك دوت. بعد كده هننزل عليهم بالتوابل وهنقلبهم كويس لغاية ما يتجانسوا مع بعض. وهنا هتبقى معانا احلى طحينة. هنحطها في طبق التقديم بتاعنا ونحط عليها شوية بقدونس من فوق. وكل المكونات دي هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.